ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده بقى جايب لكم حاجه تقريبا مش الشعب المصري بس، لا ده العالم كله بيحبها. ايه هي بقى؟ بيتزا. مين فينا ما بيحبش البيتزا؟ مين فينا ما بيبقى قاعد مثلا الساعه 2 بالليل جوع بقى ده منتصف الليل ده يقوم طالب ديليفري يجيله ب 150 جنيه ب 200 جنيه؟ فانا النهارده بقى يا معلم جايب لكم طريقه البيتزا. 5 دقايق بتبقى بتاكل بيتزا، هتعملها هتتكيف منها، في نفس الوقت تكلفتها قليله جدا. بس يا ريت بقى قبل ما نبدا الفيديو تنزل تعمل لايك وسبسكرايب حالا، عشان دعمك ده هو اللي بيشجعنا، هو اللي بيخلينا نستمر ونقدم لكم محتوى احسن من اللي احنا بنعمله. ومن غير رغي اكتر من كده يلا بينا نخش نشوف الفيديو على طول. اول حاجه معانا نص كوبايه دقيق وينزل، وطبعا في الثانيه برضو زيها عشان ايه؟ واحده فشلت الثانيه هتنجح. طبعا اللي هتنجح دي انا اللي هاخدها. اعتبر نفسي ما سمعتش. ننزل عليهم بنص معلقه ملح، نص معلقه ملح، معلقه صغيره بيكنج باودر، احلى حاجه ان هي معلقه صغيره، معلقتين زيت. هي دي معلقه ولا قد ايه؟ عشان احسها كتير قوي. هننزل بقى عليها بنص كوبايه ميه دافيه، دافيه. هات الفوطه، هات الفوطه. ماي اسيستنت. ويفضل قلب بقى يا معلم واجن فيها كده. انا قلبي بيقول لي ان الوصفه دي هتبقى جامده. بص عامله ازاي؟ عارف لو جامده انا عامل عندي اللي كانت جامده، اللي عملتها فعلا عندي في البيت اول ما روحت مكرونه كانت رهيبه. وده شكل العجينه وقوامها بعد ما عملناها. دلوقتي هننزل بقى عليها بشويه جبنه موتزاريلا. ننزل بشويه كده على الوش هنا. طبق التاني نفس الكلام. هو مش شرط يكون موتزاريلا، اي نوع جبنه عندكم، ميكس شيدر، جبنه رومي، اي نوع، يعني اي نوع بتحبه على البيتزا. مش بتحب جبنه على البيتزا اصلا عادي براحتك. وهننزل عليها بصلصه بيتزا. لو ما عندكش صلصه بيتزا ممكن تنزل بكاتشب عادي. دلوقتي بقى اهم حاجه معانا الحشو بتاعه. عندك فراخ ماشي، اي يعني بص اللي انت عايزه، انت اللي عايزه تحطه البيتزا بتاعتك، شكل فيها براحتك. انا عن نفسي هحط سوسيس كده، قطع سوسيس ماشي. بعد ما نزلنا بالحشو بقى ندلعها بشويه موتزاريلا على الوش تاني كده. وطبعا يا جماعه زي ما قلت لكم اي اضافه انا بحطها هنا مش اساسيه، يعني انت في ايدك التشكيله دي كلها براحتك، انت اللي تعملها. خلي بالك انت عملت لي دايت يا اسطى. ما انا عملت لك دايت وعملت لنفسي دايت، بس النهارده بقى بالذات ده الوجبه الشيت ميل بتاعتك. بعد ما وصلنا للشكل ده هنروح بقى ندخلهم الميكروويف دقيقتين او 3 دقايق على حسب الميكروويف عندك كام واط، ونرجع لكم تاني نوريكم شكلها بقى عامل ازاي. دلوقتي طلعنا الطبق من الميكروويف بعد 3 دقايق بالظبط. هي صراحه شكلها وريحتها تحفه، وشكلها زي ما انتم ما شايفين كده، يعني بجد حاجه تفتح النفس جدا. فاحنا دلوقتي هندوق ونشوفها اصلا مستويه ولا لا، وطعمها ايه الكلام فيه، ونقول لكم راينا. ايش هذا جامدة. الجمال؟ جامده قوي. شكلها يا جدعان ندوق بقى ونشوف ايه الكلام. هي شكلها وريحتها تفتح النفس جدا، بس يلا بينا. ما هو دي بقى انا هستطعم فيها كويس عشان اعرف اوصفها للناس، فانت ما تقوليش بتاع. وانت غير كده انت عامل دايت دلوقتي. ما انت عامل دايت برضه يا اسطى. انت يا اسطى الله يخرب بيتك، انا عملت لغ انت للناس عايزين يعرفوا. ماشي يا جماعه، مبدئيا كده هي طعمها جامد جدا بجد، لازم تجربوها. العجينه بتاعت البيتزا كده ايه، تحسها قلب على كيكه سيكه، بس في نفس الوقت مع سيكه الملح اللي احنا حاطينها ديت عامله طعم كده اللي هو ايه، مش عارف اجيبها لكم، بس تحس ان انت بتاكل بيتزا بان. هي دي بيتزا بان، اللي هو العجينه بتبقى تخينه شويه كده بس في نفس الوقت طريه، وفاهم انتوا جربوها تعرفوا انا بقول لكم ايه. فانت تيجي تدوق بقى كده وتقول للناس رايك. انت مالك مبتسم وفرحان قوي كده ليه؟ انت فرحان قوي ليه كده؟ تشيت مين؟ دوقني كده يا برو، دوقني يا برو. يا شكلها جامد جدا. بص يا لهوي على الشددان، يا لهوي على الشددان. ايه ده يا جدعان؟ المعلقه كلها وقعت على بوق. ايه ده؟ ايه ده؟ بس بقى خلاص يا اسطى قول للناس رايك، مش لازم تقول. جميله بس يا اسطى يا دي هي بتشد معاك انت ليه ولا لا؟ مش عارف. انت بتاخد الموزاريلا كلها خلي بالك. جامده يا برو. ايه ده؟ ايه ده؟ يخرب بيت جمدانك يا اسطى. ايه ده؟ جامد. ايه ده؟ ايه ده؟ بيتزا. ده ايه ده؟ ده بيتزا. ده جامد قوي. ايه ده؟ انا قاعد بقالي نص ساعه بصيح. خلصت الطبق يا اسطى في الفيديو. جامده قوي اصلا. قوي. ده بيتزايه بامانه مش بهزر. ده في بيتزايه جبتها من بيتزا هات اوحش من كده. الجبنه الموزاريلا فيها ما كانش طعمها حلو كده. وبس كده يا جماعه الفيديو النهارده هيكون خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبك ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل هبده وافتكاسه جديده مننا. وكالعاده بقى يا معلم
لو انت عندك هبده جديده، افتكاسه جديده، تجربه فاشله وخايف تولع في نفسك وفي بيتك، انزل سيبها لي تحت في الكومنتس او ابعت لي على رسائل الانستا، هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت، وانا هولع في نفسي وفي بيتي وفي سودوني اللي ورا الكاميرا ده عشان خاطرك انت. بس كده، نشوفكم الفيديو الجاي. سلام.